بسم الله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ أنا الدكتور أحمد رجب، ودي مقدمة تعريفية بكلية طب جامعة الزقازيق وفاجوس والزقازيق الأهلية. الأول هنبدأ إن شاء الله نعرفكم بالكلية مبدئيا. يلا بينا. الكلية عندنا عبارة عن 7 سنين. 7 سنين دول عبارة عن 5 سنين دراسة، دول مذاكرة وسنتين امتياز. امتياز ده هنضرب فيهم في المستشفى ازاي نمارس الطب. ال5 سنين دراسة دول اللي هتبدأ بيهم ودي البديهيات، يعني أولى وتانية ونص تالتة دول بلون عاملينهم بلون، والتالتة ورابعة خمسة نص تالتة ورابعة خمسة عاملينهم بلون تاني. ليه؟ لأن أول سنتين ونص في الكلية اسمهم أكاديمي، والأكاديمي دي اللي هو بنذاكر فيه المواد النظرية اللي ما بيكونش فيها تعامل مع مرضى. أما المواد الكلينيكال دي بيكون فيها تعامل بيننا وبين المرضى، ودي المواد الطبية اللي بيفتح بها عيادة. يعني يقول لك ايه، ده دكتور نساء، دكتور اطفال، دكتور باطنه، دكتور جراحه، وهنعرف المواد اللي في كل جزء منه على حده. والسنتين قلنا ان هم سنتين الامتياز. اول حاجه السنتين ونص بتوع الاكاديمي بناخد فيهم مواد ايه؟ بناخد فيهم 8 مواد. 8 مواد دول اول ماده فيهم واول حاجه هتجاب لك في كليه الطب ماده الاناتومي، واناتومي يعني تشريح، وماده امبريولوجي، والاثنين دول بيكونوا في ماده واحده. اسمها اناتومي اند امبريولوجي. الامبريولوجي كلمه عباره عن نصين، النص الثاني ده اسمه اولوجي يعني علم، اما النص الاولاني ده يعني جنين. يبقى ده اسمه ايه؟ علم المختص بدراسه الجنين او علم الاجنه، يبقى اسمها تشريح واجنه. اما الماده الثانيه اسمها هيستولوجي، واولوجي قلنا ان هي يعني علم تاني يا زكي. والهيستو يعني نسيج، نسيج يعني هيستو، ده العلم المختص بدراسة الأنسجة والخلية. أما الفسيولوجي، أولوجي قلنا يعني علم، وفسيو يعني وظيفة أو طبيعة، يبقى علم وظائف الأعضاء أو علم طبيعة الأعضاء. يعني في الطبيعي العضو ده بيشتغل إزاي. كده إحنا خدنا إن الأناتومي دي التشريح بتاع العضو، مكانه فين، شكله إيه، بنحسه إزاي، الحاجات دي. الهيستولوجي النسيج بقى، ده نسيج عضلي ولا نسيج ليفي ولا نسيج عصبي ولا. الفسيولوجي النسيج دي شغلته إيه. طيب كده احنا خدنا الوظيفه دي بتشتغل ازاي بقى. عباره عن تفاعلات كيميائيه ونواقل عصبيه، كنتوا خدتوها في ثانويه عامه كده. التفاعلات الكيميائيه في الطب اسمها بايو كيمستري. كيمستري يعني كيمياء، والبايو كنتوا واخدين ان بيولوجي يعني احياء، فالبايو يعني حيوي، فيبقى الكيمياء اللي هي الكيمستري حيويه، يعني بايو كيمستري. كده احنا خدنا الاشياء اللي بتحصل طبيعي في الجسم. دي الحاجات اي انسان عنده الحاجات دي، اي انسان سليم عنده الحاجات دي. دلوقتي بقى احنا مش عايشين لوحدنا على ايه، على الكوكب. في حاجه اسمها مايكرو بيولوجي. قلنا ان بايو يعني حي، اولوجي يعني علم، ومايكرو يعني صغير او دقيق. طيب يعني علم مختص بدراسة الكائنات الحية الدقيقة، اللي هي ايه؟ خدتوا الفيروسات، بكتيريا، الفطريات، وترابيزات بلياردو وبنج. وهنعرف ليه فيروس، دي فيروس بالانجليزي، بكتيريا يعني بكتيريا برضه بالانجليزي، وفطريات يعني فانجل او فانجاي، فانجل انفكشن او فانجاي. هتاخدوها في علم الميكروبيولوجي. دي الفيروسات والكورونا والحاجات دي كلها هتاخدوها في الماده دي. والمناعه، المناعه ليه؟ لان كل الخلايا المناعيه اجزاء صغيره بتتشاف بالميكروسكوب، فبناخدها ضمن الاميونيتي، بناخدها ضمن الميكروبيولوجي. طيب بارا سيتولوجي. اولوجي قلنا يعني علم خلاص، سايتو دي يعني مكان، بارا يعني بجوار. هل هو اسمه علم مختص بدراسة الأماكن المجاورة؟ لا مش اسمه كده بقى. علم دي ما بترجمش حرفيا، دي بيدرس الكائنات اللي بتتطفل على أماكن في الجسم، طفيليات. يعني مثلا في الجهاز الهضمي، خدتوا انتوا في الجهاز الهضمي، يعني نعتبر ان دي المعدة وكده، خدتوا انه في الأمعاء في ديدان، في ديدان هنا بتقعد في الأمعاء، اسمها دي اسمها طفيليات. الديدان دي اسمها طفيليات، بالهرسيا طفيليات. دلوقتي الطفيليات دي الاتنين دول هيعملوا لنا مرض. يقول لك ده عنده انيميا، ليه؟ ده الديدان بتاكل اكله. العلم المختص بدراسه الامراض اسمه ايه بقى؟ اسمه باثولوجي. ده اسمه علم، قلنا خلاص اولوجي يعني علم، وباثو يعني مرض. الانسان مبتلى ومرض الحمد لله، طب عايزين نعالجه بقى، ناخد الاسباب ونعالجه، فبنديله ادويه. اولوجي قلنا يعني علم، الكلمه دي يعني فارما، فارماكولوجي يعني علم الادويه، العلم المختص بدراسه الادويه. يبقى احنا عندنا في الاكاديمي الحاجات اللي ما بنتعاملش فيها مع المرضى، تشريح، انسجه علم الانسجه، علم الوظائف الحاجات الطبيعيه اللي بتحصل في الجسم،
التفاعلات الطبيعيه اللي بتحصل في الجسم عشان يقوم بالوظيفه. الميكروبيولوجي دي الكائنات الدقيقه اللي هتيجي تضرب في الخليه كمان شويه، الخلايا اللي هيواجهها المناعه، الفيروسات والبكتيريا والفطريات. وبعدين في كائنات طفيليه بقى، دي كائنات طفيليه ديدان وحشرات واشياء كده، ماده متعبه نفسيا شويه هتاخدوها. الباثولوجي قلنا خلاص ان هو علم الامراض، وقلنا ان كلمه اولوجي يعني علم، وباثو يعني مرض. والفارماكولوجي علم الادويه، قلنا اولوجي يعني علم، وفارما يعني دواء. خدنا بقى في هنا اذرز، دي من ضمن المواد اللي هناخدها في الاكاديمي. نبدا بحاجه مهمه عشان ايه هتكون قريبه منكم شويه. في حاجه اسمها كلينيكال سكيلز. احنا مش قلنا الكلينيكال دي اللي بنتعامل فيها مع مرضى؟ قلنا في الاكاديمي ما بناخدش حاجه لها علاقه بالمرضى وما بنتعاملش مع مرضى. تمام، بس دول حطوها ليه؟ عشان انت بقيت في العيله طبيب خلاص، كلهم مصرين ان انت دكتور وعايزين يشخصوا. يا عم الحاج والله انا لسه في سنه اولى، لسه بدنا انجليزي وعربي وحاجات كده، لسه ما خدناش. طيب انا ماليش دعوه. قيس الضغط، فبتتعلم هنا قيس الضغط. بتتعلم هنا لو انت ماشي في الشارع واحد اغمى عليه تعمل معاه ايه لحد ما الاسعاف تيجي. بتاخد فيها ازاي تخيط جرح مثلا، ازاي تركب قسطره، شويه حاجات كده كلينيكال سكيل، شويه مهارات بتتعلمها قبل ما تخش في الكلينيكال. ازاي تتعامل مع المرضى، عشان مش تقول للمريض، مش تطلع تقول للمريض امك حامل يا كبير. امك حامل. الانجليش لانجوج، احنا دلوقتي داخلين في الكليه هناخد كل حاجه بالانجليزي. طبعا دي كارثه بالنسبه لمدارس الحكومه زي حالاتنا كده، بس ان شاء الله يعني الامر هيكون سهل. فالاول بنديك اهم المصطلحات واهم الكلمات اللي العلم بتاع الطب بيستخدمها. ميديكال لاو اند اسكس يعني اخلاقيات، ولاو يعني قانون. الاسكس ده اهم حاجه في الطب عامه. ليه يا اخوانا؟ صدقني انا لو اعرف اقول لك. علشان دي لما انت ان شاء الله تروح تكشف كطالب في كليه الطب ما بيدفعكش بسبب الاسكس دي. والقانون ده اللي هو انت المفروض تعرف الدوله اللي انت فيها القانون بتاع الطب بتاعها ايه. يعني في الدول مثلا، في بعض الدول ما ينفعش تنقل لمريض معين دم. ليه؟ ده هو لهم شويه حاجات معتقدات كده، ما ينفعش تنقل له دم لاسباب معينه. مش لما تروح ان شاء الله الدول دي او ما تروحش هتعرف القانون بتاعها. في مصر التدخلات الجراحيه كان في قانون من فتره كده عاملين عليه شويه مشاكل، هو القانون ده. طيب كوميونتي ميديسن، كوميونتي يعني مجتمع، وميديسن يعني طب، اسمه الطب المجتمعي. ده مختص بدراسه ايه بقى؟ الظواهر الاجتماعيه الطبيه. يعني ايه؟ يعني في قريه معينه حصل فيها انتشار لمرض واحد، مرض ثابت في كل البلد، اللي بيهتم بدراسه الظاهره دي الكوميونتي ميديسن. ده يقول لك ده مصدر العدوى بسبب الميه اللي في الحته الفلانيه، فالناس كلها شربت من الطرمبه الفلانيه عشان دي قريه، فكلهم جالهم نفس العدوى. لا ده القريه دي كلها عندها فيروس سي. قال لا، جت ازاي الفيروس سي انتشر القريه كلها مره واحده ازاي؟ طب ممكن تكون عدوى فعلا. طب جت منين العدوى؟ والاطفال كمان عندهم فيروس سي ازاي؟ ده موضوع صعب. يعني القريه كلها عندها فيروس سي حتى الاطفال. فتيجي حته معينه كده الكثافه بتزيد، كثافه المرض بتزيد جامد، فتيجي تشوف المركز تلاقي الحلاق ما بينظفش الادوات بتاعته، فجاب للناس كلها فيروس سي. دي كارثه يعني. دي كده كوميونتي ميديسن. خش بقى السنتين ونص للكلينيكال اللي هم انت ان شاء الله تفتح بيهم عياده. هتفتح بيهم عياده، يعني انت دكتور اطفال، انت دكتور نساء، انت دكتور جراحه، انت دكتور باطنه. الباطنه يعني انترنال ميديسن، يعني طب باطني، يعني انترنال. وتخصصاته في تخصصات كتير بقى. يقول لك الدكتور ده تخصصه جهاز هضمي، الدكتور ده تخصصه سكر، الدكتور ده تخصصه مش عارف. انترنال ميديسن. الجراحه بتخصصاتها، دي جراحه عامه، لا دي جراحه اورام، لا دي جراحه مش عارف ايه، بتخصصاتها. الكلام ده تاخدوه بقى ان شاء الله، تعرفوا التخصصات دي لما تيجي تختاروا التخصصات. الموضوع طويل يعني، فاحنا عايزين ايه؟ ناخد فكره سريعه وصوره عامه عن الكليه. بيدياتريكس يعني اطفال، بيدياتريكس يعني اطفال. اوبيستاتريك اند جاينيكولوجي، اوبيستاتريك يعني ولاده، ودي دول هتاخدوه في سنه رابعه تقريبا في سنتكم. وجاينيكولوجي يعني نساء وتوليد. هتكتشفوا ان هم مادتين مش ماده واحده بعد كده، بس هم لهم علاقه ببعض. نيورو ساينسز علم الاعصاب، في جراحه وفي باطنه وفي تفاصيل كتير، مش ده موضوعنا خالص. احنا بناخد صوره عامه عن الكليه. فورنسيك ميديسن يعني طب، فورنسيك يعني ايه؟ شرعي، طب الشرعي. الطب الشرعي دي بقى اللي بيتعامل مع المحاكم، اللي بيتعامل مع القضايا، بيتعامل مع سفاح الجيزه. ده الطب الشرعي، هو اللي بيكتشف، بيعرف اللي مات ده راجل ولا ست، اللي عنده كام سنه، من عن طريق عظمه، عن طريق سنانه، عن طريق الجمجمه. هتاخدوا الحاجات دي في الفورنسيك ميديسن. والتوكسيكولوجي يعني علم السموم، يقول لك علاقه توكسيك. قلنا اولوجي يعني علم،
وتوكسيك يعني سام، يقول لك علاقه توكسيك وانت شخص توكسيك، شخصيه توكسيك. ده اسمها علم السموم، وده الطب الشرعي، اطفال، نيورو ساينس، علوم الاعصاب، نساء وتوليد او نساء ولاده، جراحات وتخصصاتها، بطنه وتخصصاتها. سنه اولى، سنه اولى نيو كامرز، احسن ناس هتاخدوا في سنه اولى 5 مديولات على السنه كلها. السنه بتتقسم عندنا لترمين، سمستر 1 وسمستر 2. سمستر يعني ترم. اول حاجه تاخدوها، احنا لسه قايلين ان ايه، اول عشان تخش في العلم لازم تعرف مصطلحات الدكاتره. ترم يعني مصطلح، اولوجي يعني يبقى علم دراسه المصطلحات الطبيه. دي باختصار جدا يعني، دي الكلام ده باختصار جدا. التفاصيل ده تاخدوها ان شاء الله لما تبداوا الكليه، فاحنا ايه بنديكم فكره عامه كده. اس اند اف، اس يعني ستراكشر يعني بناء، فانكشن، اف يعني فانكشن. فانكشن يعني وظيفه، البناء والوظيفه خدتها في ثانويه عامه، بس بقى هتاخدوها البناء هتاخدوا العضلات فيها، هتاخدوا العظام هتاخدوا، والوظيفه هتاخدوا الفسيولوجي، علم وظائف الاعضاء هتاخدوا فيها فسيولوجي، هتاخدوا فيها الحاجات الطبيعيه في البايو كيمستري هتاخدوا. دي مفيش فيها امراض، المديول ده مديول سليم التمام التمام، مفيش فيها امراض. الماسكولو سكليتال، ماسكولو سكليتال، ماسكولو يعني عضلات، ماسلز، سكليتال او سكيلتون يعني هيكل، يبقى ده الموديول اللي هناخد فيه الهيكل والعضلات. سي بي اس يعني سي بي اس دي في الترم الثاني بقى، خلصنا الترم الاولاني هتمتحنوا عليه وهقول لكم نظام الامتحانات بالظبط. الترم الثاني اول حاجه هتاخدوا فيها سي بي اس، كارديو. كارديو الناس اللي بتروح الجيم هتفهم يعني ايه كارديو طبعا، وهقول لكم يعني ايه، بس هنقسم الكلمه الاول. بالمونري سيستم، شخبطه الدكاتره دي واخد بالك. كارديو يعني قلب، يقول لك راح يلعب كارديو في الجيم. بالمونري يعني باللنج، بالرئه، الرئه وحواراتها والشريان، نطلع الشريان الرئوي والوريد الرئوي والحاجات دي، هو دي البلمونري. وهتاخدوا بقى فيها الاناتومي بتاع التشريح بتاع الرئه، والتشريح بتاع القلب، التشريح بتاع الشرايين، التشريح بتاع الاورده. مديول جميل كده ان شاء الله. تاخدوا هنا بقى هتبداوا تتعرفوا على رسم القلب اللي هو انتوا بتشوفوه في الافلام بس ده. ماشي. جي اي تي، جاسترو، جاسترو يعني معده، انتستاينال يعني امعاء، تراكت يعني مسار، يبقى ده المسار اللي هناخد فيه الامعاء والمعده، او بمعنى مجتزأ اكتر الجهاز الهضمي، هتاخده في الجهاز الهضمي، هو دول الجهاز الهضمي. جي اي تي ونيوتريشن يعني تغذيه، هتاخدوا جي اي تي ونيوتريشن يعني تغذيه. طيب في حاجه عديناها هنرجع لها ان شاء الله، المادتين دول اللي هم علم الامراض والادويه. الاول في النظام القديم شويه كنا بناخدهم مع المديولات. يعني ايه مديول مثلا زي الماسكولوسكيليتال، كنا بناخد الحاجات الطبيعيه اللي فيه، يعني تشريح، علم وظائف الاعضاء، الفسيولوجي، بناخد فيه الهيستولوجي الانسجه، بناخد فيه البايو كيمستري التفاعلات الكيميائيه، السائل النقل العصبي والاسيتايل كولين، تاخدوا الحاجات دي كلها تاني ان شاء الله. ويروح جايب لك بقى الامراض، يعني انتوا كنتوا خدتوا مرض وهن العضلات المفروض كنا بناخده في الماسكولوسكيليتال دي مثلا، لا دي خلاص اتلغى من الماسكولوسكيليتال وراح سنه ثالثه. يعني ايه النص ده هتاخدوا فيه باسو وفارما، هتاخدوا فيه الامراض وعلاجها. يعني ايه 1 اتش دي؟ المديول ده هتلاقي مثلا جنبه، مثلا في النظام عندكم الموضوع ده بيتغير شويه، مثلا هتلاقوا جنبه 7 اتش او 7 ساعات، او مثلا جنبه 8 اتش يعني 8 ساعات. حاجه اسمها نظام الساعات المعتمده، لان الكليه بتاعتنا المفروض بتاخد اعتماد على النظام الدولي، او تاخد اعتماد من امريكا، او تاخد اعتماد من اوروبا عامه، ان احنا الكليه بتاعتنا معتمده. اي طبيب بيتخرج من عندكم يقدر ياخد شهاده مزاوله مهنه في امريكا او في انجلترا او في المانيا او الناس اللي عايزه تسافر، يقول لك انتوا الكليه بتاعتكم معتمده بالنسبه لنا. فالساعه المعتمده لها عدد معين من الحضور في الكليه، عدد ساعات معين للحضور في الكليه، وكمان لها عدد معين من الدرجات. طب الساعه بكام درجه؟ ب 25 درجه. يعني لما يقول لك المديول ده ب7 ساعات، تضرب في 25 يطلع لك عدد الدرجات بتاعته. احنا عندنا كليه فيها كذا نوع من انواع الحضور، يعني احنا هنحضر في الكليه امتى وليه وايه نوع الحضور اللي احنا هنحضره. في عندنا اول حاجه محاضرات، والمحاضرات مش الزاميه، المحاضرات عندنا مش الزاميه، وكل ساعات في مديولات كده بيقول لك لا لازم تحضره ومش عارف حاجه كده، بس في الاجمالي المحاضرات عندنا مش الزاميه. يعني ممكن تروح ممكن ما تروحش، انت راجل دحيح وبيتك جنب الكليه والموضوع بالنسبه لك بسيط، عادي احضر المحاضرات ان شاء الله تستفاد. المحاضره ديت بيكون مقرر فيها محتوى معين هيتشرح. ساعات المحاضره الساعتين ما بتكفيش اللي المفروض الدكتور هيجي يشرحه، لان الدكتور مثلا بيتطرق لتفاصيل كتير جدا، وهي التفاصيل غالبا بتكون عليكم، فالدكتور مش بيضيع وقت يعني. بس المحاضره نفسها عشان تفهموا
مش هتكفى، يروحوا عاملين لنا حاجه اسمها سمول جروب ستادينج. يعني سمول جروب ستادينج يعني الحاجات اللي انتم مش فاهمينها في المحاضره، لو المحاضره اتشرحت كامله، يعني الدكتور خلاص شرح المحاضره كامله بس في حاجات انتم ما فهمتوهاش، هنا نتناقش بقى واحاول اشرح لكم بالتفصيل اكتر. طب المحاضره ما كفتش، وقت المحاضره ما كفاش، ممكن نيجي نكمل شرح هنا. طب كويس كده، يبقى عرفنا ان الاثنين دول كلام نظري، كلام الكتب. طب انا عايز بقى اشوف الحاجات، يعني انت مثلا تشرح لي العضله بتاعت الباي، العضله بتاعت التراي، ده انت هتشرح لي العضد، هتشرح لي الفخذ، عظمه الفخذ والحاجات دي عايز اشوفها. فيجي بقى العملي البراكتيكال، يوريك العضلات دي في المتحف بتاع الاناتومي، المتحف بتاع التشريح، متحف التشريح في كليه الطب من الاشياء الجميله اللي هتشوفها في حياتك عامه. ايام زمان كانوا بياخدوا جثث حقيقيه ويشرحوها، دلوقتي بقى قطعنا الجثث وحطيناها في ماده حفظ اسمها فورمالين، فانت تروح تتفرج عليها بقى، تشوف العظمه، تشوف العضله وهي ماسكه في تشوف الاورده وتشوف الشرايين. بص ابداع. طب يا دكتور انا مش هقدر احضر كل المحاضرات ولا كل السكاشن ولا هل في حد معين لو عديته بيحصل لي مشاكل؟ يعني لو انا غبت كتير بيحصل لي مشكله؟ اخرك 25% من عدد ساعات المديول. يعني 25% من عدد ساعات المديول. نحسب ساعات المديول ازاي، او ايه الساعات اللي بتتحسب؟ الساعات اللي بتتحسب هي بتاعه الاس جي اس والبراكتيك. هفهمك ازاي. اول لازم نجيب الجدول بتاع الكليه اللي بينزل لكم اول كل مديول، بيجي لك هنا اليوم وتاريخه، الساعه من الساعه كذا للساعه كذا، والساعه من الساعه كذا للساعه كذا، السكشن اللي عليه حضور. انتوا هتتقسموا لما تدخلوا الكليه ان شاء الله من A1 ل A10، ومن B1 ل B10، وC1 ل C10 بالترتيب الابجدي غالبا. فانت خلاص انت مثلا A2، فانت هنا من ضمن الناس اللي هتحضر، فانت هتحضر عملي براكتيكال الممبرينس اورجانيلز. هتفهم يعني ايه ممبرينس اورجانيلز، ده حاجه في الانسجه. طيب ده جروب بي بقى، او جروب A الساعه 10:30 ل 12 عليهم اس جي اس، قلنا سمول جروب ستادينج، يعني جروبات صغيره عشان نشرح الحاجات اللي مش واضحه، نشرح التكمله بتاعه المحتوى. فات سولابل فيتامينز، ده هتاخدوها في البايو كيمستري، الفيتامينات اللي بتذوب في الدهون. طيب ايه الساعات بقى اللي بنحسبها علشان نشوف انا هغيب كام؟ اخري 25% من ايه؟ من عدد ساعات البراكتيكال والاس جي اس. يعني يا دكتور يعني انا مثلا في A2، فانا عليا من 9 ل 10 ونص، وعليا من 10 ونص ل 12، عليا هنا اس جي اس وعليا هنا براكتيكال. هنحسب الحاجات دي، يبقى هنا انا عليا في اليوم ده 3 ساعات. طب يا دكتور ده انا من هنا برضه اهو، انا هنا برضه اهو، يعني المفروض دول دي محاضرات، المحاضرات مش عليها حضور ما بتتحسبش. فانت هتيجي بقى تجيب الجدول 4 اسابيع مثلا، انت عليك هتنزل فيه 3 ايام، 3 ايام دي كل يوم فيهم مثلا عليك 3 ساعات، فتيجي تحسب الحسبه دي تشوف مثلا يطلعوا مثلا المديول 20 ساعه، ف 25% من 20 دول 5 ساعات، 5 ساعات يبقى انت اخرك تغيب 4 ساعات وتسيب الساعه دي زياده. ومن الحنكه بقى والمهاره والتريكات اللي في الكليه او اللي هتتعلمها متاخر شويه، فانا هقولها لك بدري. خلي ساعات غيابك كلها ما تغيبش في الاول خالص، اخر اسبوع قبل الامتحان هتغيبه تقريبا، او هتغيب اخر يومين فيه على حسب انت ايامك اللي بتنزلها في الكليه ايه. يعني يا دكتور الاول ناخد يعني نظام الامتحانات اصلا. اول المديول واحتمال اول اسبوع في الكليه تاخد حاجه اسمها فليب. يعني فليب الناس اللي مهتمه بالصور والفوتوشوب والحاجات دي، فليب يعني عكس، اقلبها لي بالعرض او بالطول، فليب هوريزونتال وفليب فيرتيكال. الفليب دي بقى اسمه كده، اسمه هنا عندنا فليب لان انت اللي بتشرح مش الدكتور، يعني انت اللي هتشرح والدكتور اللي هيقيم، ودي بدرجات، تاخد عليه درجه على حسب شرحك، وغالبا كل الدكاتره بيدوا درجات للطلبه، يعني دي مفيش فيها مشكله. دي خلال المديول. التي بي ال في منه نوعين، في اي رات او اي ريت، وتي رات او تي ريت. تي يعني تيم، واي يعني انديفيدوال. هنا يعني تيم، هنا انت بتمتحن امتحان لوحدك، بيجي لك ورقه فيها كذا سؤال MCQ لهم لوحدك، والدكاتره بيقفوا يراقبوا عليكم، امتحان صارم 5 اسئله 10 اسئله مش كتير يعني. كل سؤال لو 10 اسئله مثلا على حسب درجه الامتحان ده، ال 10 اسئله دول مثلا كل واحد بنص درجه، فالامتحان عليه 5 درجات. الاي رات ده على 5 درجات مثلا، او لا ده هو 5 اسئله في كل سؤال بدرجه. تي رات ده انت بتتقسموا بقى، انت السكشن بيكون مثلا 60 واحد، بتعملوا 10 تيمات، كل جروب بيكون 6 دول بياخدوا حاجه اسمها كيس سيناريو. يعني كيس سيناريو حاله، قصه حاله. احنا ده دلوقتي الدكتور يقول لك احنا قاعدين في الاستقبال، دخل علينا واحد ده بيجيب دم من مناخيره، وده بيعمل مش عارف، بيحكي لك قصه، وبعد انت وزمايلك انتوا ال6 تحلوا هذه الاسئله. طيب ليه بقول لك بقى تخلي غيابك تدنك محافظ على ساعات الغياب، ما تغيبش في اول المديول وتغيب في الاخر؟ عشان الكويز ده بيكون اخر كل مديول اخر. وبما اننا قلنا في سنه اولى ترمينولوجي ساندف ماسكولوسكليتال، فانت غالبا عندك 3 امتحانات. الكويز ده اخر مديول، اخر كل مديول بتاخده كويز
الكتاب مثلا بتاع الكليه حوالي 250 صفحه مثلا يعني، فبتحدد لكم 120 مثلا هتمتحنوا عليهم في وز اخر الموديول، فانت قدامك 120 صفحه محتاج تراجعهم كلهم، فاهم يعني؟ محتاج تراجعهم كلهم وتذاكرهم كويس وتحل عليهم وتبقى داخل متاكد ان انت ان شاء الله مش هتغلط فيهم، عشان الدرجه بتوجع في الكليه عندنا. انت من سنه اولى وانت داخل تجيب درجات، ما ينفعش ما ينفعش تنقص درجات. دي الكويز. الفاينل بقى دي بيكون اخر الترم او اخر السنه على حسب كل كليه ونظامها. احنا عندنا الفاينل بيكون اخر الترم او اخر كل ترم في فاينل على الترم اللي احنا خدناه. الفاينل ده بيكون عباره عن ريت اهو، انا كاتبها لكم هنا، ريت وبراكتيكال، عملي ونظري. النظري دي بيكون فيه ام سي كيو، ام سي كيو يعني اختياري، ام سي كيو زائد ريت تابع. يعني عندنا في الفاينل بنكتب ونختار، بعض المديولات الصغيره جدا بتكون اختياري بس. الحاجه الثانيه العملي بينقسم لحاجتين، شفوي بيكون قليل شويه، مش كل الموديولات فيها شفوي، وفي سلايد شو او داتا شو يعني بيشغلوا البروجيكتور على الحيطه او على السبوره، وكل سلايد بتقلب اللي بعدها، تقلب اللي بعدها، تقلب اللي بعدها، شيفت. في امتحانات الاناتومي يجيبوا لنا ايه؟ احنا قلنا هنشوف في العملي هنشوف فيه جرات، الجرات دي حاجات جزاز كده بيكون محطوط جواها عضو الانسان اللي هنشوف عليه المفصل، هنشوف العضله، هنشوف مش عارف ايه، فاهم؟ فهيجيبوا لك الجار ده ويقول لك ويشاور لك عليه بسهم في حته معينه ويحطوا عليها لزقه ويقول لك هي دي اسمها ايه. والشيفت هنا بقى كذا جار مثلا، انت بتتحرك، انت اللي بتتحرك، يبقى في الداتا شو هي اللي هي اللي بتتغير. في الشيفت انت اللي بتتحرك على ايه؟ على العينات دي. كده نظام الامتحانات. هنا بقى اهم الاسئله والاجابات والنصايح اللي ان شاء الله تستفيدوا بيها، الحاجات اللي بترعب الطلبه في الاول حاجه خالص اللغه. مطلوب منك ايه عشان تذاكر، او مطلوب منك عامه ايه الحاجات المهمه؟ نصيحه عامه ولكن هامه. اللغه اول حاجه ما تقلقش، بكل بساطه كلنا في الاول حرفيا كنا مرعوبين من قصه اللغه دي، والناس كلها كده بتتعامل معانا ببرود، لا بكره تتعود، بكره تتعود، بكره تتعود. ما كناش مصدقينهم، انا شخصيا ما كنتش مصدقهم لحد ما اتعودت. بكل بساطه. اول حاجه عقبه في الاول، يعني حاجه هتعوقك عن استمرار او سرعه التعلم، فانت هتحاول تتخطى العقبه دي. اول حاجه انت شخصيا لما تيجي تذاكر هتترجم، فهتنزل برنامج ترجمه هقول لك عليه كمان شويه. تاني حاجه لما تيجي تسمع كورس مع الدكتور هتكتب وراه في كلمات لما تيجي تترجمها، ترجم الكلمه مش هتفهمها، لازم تترجم لك بالمعنى مش اللفظ، مش ترجمه اللفظ. عشان كده لما تيجي ترجم الجمله اللي فيها الكلمه، ما تترجمش الكلمه. تالت حاجه هتكتسب مهاره ان شاء الله فطريه، يعني هتعرف تتعامل بعد كده لوحدك. ومنها والمهم الميديكال ترمينولوجي، ولا حاطط اخواننا المناهج دي مش واحد اول مره يتعلم في حياته، فاخد بالك معايا؟ يعني اللي بيحط المناهج دي دكتور ومتخصصين في وضع المناهج العلميه، فهو حاطط لك في اول السنه ميديكال ترمينولوجي، يعني هو حاطط لك المصطلحات الطبيه، حاجات اللي هتجيب لك كمان شويه مش هتعرف تترجمها، فركز هنا وافهم علشان الموضوع يبقى سهل عليك. المذاكره اهم حاجه في المذاكره في الكليه، اول ما تخش الكليه في اول محاضره، لان الناس كلها بتبقى مبسوطه فبيروحوا المحاضرات اللي في الاول، فيجيبوا لكم الدكتور اول محاضره هيقول لك انت مش محتاج تذاكر الا بقدر المذاكره اللي انت كنت بتذاكرها في الثانويه العامه. الكلام ده صح في حاله ان احنا كنا نظام ثانويه عامه، ان احنا ثانويه عامه نظام قديم، لان الثانويه عامه نظام قديم، والدكتور اللي بيقول لك محتاج تذاكر قد كنت بتذاكر في الثانويه العامه كان بيذاكر 12 ساعه. غالبا مفيش طالب دلوقتي بيذاكر 12 ساعه اصلا بسبب مشتتات وقصص طويله كده، مش موضوعنا. فبالنسبه له هو مذاكره الثانويه عامه تغنيك عن مش هتزود على حاجه، 12 ساعه للكليه دي كتير جدا. اما دلوقتي الطلبه ما عندوش كده، انت هتذاكر قد ما كنت بتذاكر في الثانويه مرتين ثلاثه، وخصوصا لان اللغه مختلفه، الا بقى اخواتنا اللي في لغات طيب دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه ما تراكمش عشان هتلاقي مره انت مراكم محاضره واحده، محاضرتين، ثلاثه، اربعه، بعدين تكتشف ان الموديول خلص وانت مراكم الموديول، والموديول بقى فيه 8 مواد، بلاش 8، في 6، بلاش 6، في 4 مواد، 4 مواد 350 صفحه او 250 صفحه او هيعدموك العافيه لو سبتهم، وانت مش هتسيبهم وتذاكرهم اخر السنه، انت عليك امتحان اخر الموديول، يعني انت هتبقى محشور حرفيا دلوقتي، انت في وضع لا تحسد عليه يعني. تسمع المحاضره وتسمع الكورس اللي انت مشترك فيه او تسمع الشرح اللي الدكتور منزله لك، لازم تذاكره اول باول، لازم تذاكره، ما ينفعش تراكم خالص خصوصا في الاول، لانك اساسا هتواجه صعوبه في المذاكره. فانت هتذاكر اول باول، هتراجع كل جامعه مثلا او كل فتره انت هتحددها، الموضوع تلاقي في الاخر يعني معاك يسير، تيجي تراجع في ايام ال10 ايام اللي احنا سيبناهم في الاخر دول تلاقي الموضوع بسيط خالص. دي بقى نصيحه مهمه عشان تحط لنفسك ماب في الكليه عامه، لان الحاجات دي النصايح للكليه مش نصايح مش لسنه اولى، دي الكليه في المطلق. حاجه مهمه، الكتاب بتاع الكليه بينزل حوالي مثلا 250 صفحه، هيتشرح في 5 اسابيع، الكتاب كله المفروض بيخلص في 5 اسابيع، والكليه بتحط الجدول على هذا الاساس. بس الحمد لله احنا بنمتحن ما بنمتحنش على الكتاب كله، يعني مثلا لو 250 صفحه هنمتحن مثلا
على 150 170 كده. مش دي الموضوعنا. الموضوعنا احنا هنذاكر ال 250 دول ازاي. احنا عايزين نخلص اكبر كميه في وقت الموديول. هتعمل ايه؟ هتجيب ال 250 صفحه تقسمهم على عدد الاسابيع ناقص 1. عدد الاسابيع ناقص 1. ليه ناقص 1 اقول؟ عدد الاسابيع ناقص 1 يبقى 250 على 5 ناقص 1 حوالي 60 صفحه، اقل من 60 صفحه، اكتر من 60 صفحه. دي حسبه كروكي. يعني ايه كروكي؟ يعني بالشبه كده، مش لازم التفصيل دقيق. فكده انت المفروض كل اسبوع تخلص 60 صفحه. ليه اسبوع؟ ليه ما نقولش كل يوم المفروض تخلص 10 ولا 7 ولا 8؟ لانك في ايام مثلا هتعب، في ايام انت مش قادر تذاكر، في ايام حصل ظروف في البيت، في ايام فانت مطلوب منك في الاسبوع 60 صفحه. فانت والله مثلا رايح مشوار بكره، فانت عايز تنجز نفسك، فانت تضغط على نفسك شويه النهارده وتذاكر 20 براحتك. لا ده انا مش قادر النهارده، اخر هذاكر الموضوع طلع 5 صفحات. انت بتحسب على الكتاب او على المصدر اللي انت هتذاكر منه. يعني رقم 250 دي مش ثابت ولا الخمس اسابيع دول ثابتين. انت هتذاكر من كتاب مثلا فيه 400 صفحه، هتقسمهم على 5 اسابيع هيطلع لك 90. هيطلع لك 90 دول الصفحه فيهم بتخلص في كلمتين براحتك. هتذاكر في كتاب مضغوط شويه يطلعوا 200 تقسم على المهم انت بتقسم الكتاب اللي انت هتذاكر منه على عدد الاسابيع. ولو انت يعني مثلا في دكاتره في الموديولات الكبيره ما بينزلوش كل المذكرات مره واحده، مذكره، فانت مش عارف كميه المذكرات وما انتش عارف العدد. هتقسم ازاي؟ جيب كتاب الكليه احسب على اساس كتاب الكليه كده بينزل. فخلاص كده تقريبا كل النصائح المتعلقه بالمذاكره هتقسم بالاسبوع عشان اسهلك وعشان نفسيتك. طيب ايه المطلوب؟ محتاج تجيب بقى تابلت، لابتوب، مش عارف ايه. هو انت مش محتاج، بس لو جبتهم يكون افضل. لو ما جبتهمش مش هتعرف تذاكر والكلام ده. لا خالص، احنا مثلا معتمدين على كتب ومذكرات اكتر من معتمدين على تابلت او كمبيوتر أو. طب لو عندك كمبيوتر هينفع لانك مش هتعمل على حاجات كتير. طب اجيب لابتوب ولا اجيب تابلت؟ اجيب تابلت غالي ولا اجيب تابلت رخيص؟ تابلت غالي ولا رخيص مش هتفرق. اجيب لابتوب ولا تابلت؟ التابلت افضل. ليه؟ اخف، بطاريته اطول، سهوله في التنقل، سهوله في الحركه، ويكون لازم يكون بيدعم القلم. لازم يكون بيدعم قلم. سواء جبت بقى ايباد، سواء جبت تابلت، سواء يكون بيدعم قلم. حتى التابلت الرخيصه اليومين دول اصلا ما كانت بتدعم يعني ففي تابلتات كتير يعني هتلاقيها كويسه وبتدعم القلم والحاجات دي. تابلت هتستخدمه في ناس بتحب تذاكر من على الجهاز اللوحي اصلا، ودول غالبا عندهم تابلت اصلا يعني مش محتاجين يجيبوا. طب لو انت من الناس اللي بتحب بس انت ما عندكش وناوي تجيب، خلاص هتجيب واحد تذاكر مع عليه. هيوفر عليك فلوس المذكرات، هيوفر عليك فلوس كتب، هيوفر عليك جامد. بس لو بتعرف تذاكر منه، لازم تكون بتعرف تذاكر منه. وان كان المذاكره في الكتاب افضل من التابلت، المذاكره ككل في الكتاب افضل. طب في التابلت هيفيدك بقى في حل الام سي كيو. ليه؟ لان الدكاتره بينزلوا مذكرات ام سي كيو وبينزلوها بي دي اف على البتاع. فلما ان شاء الله لما تجيبه اعرفك على كام برنامج بي دي اف كده تعدل مع البي دي اف من باب اللي انت بتحل. يعني انت هتختار الاختيار ده، هتختار الاختيار ده، ادي السؤال وادي الاختيارات، فانت شايف ان الاختيار ده صح تحدده، فانت بتعلم على البي دي اف. عشان كده قلنا نجيب تاتش. تمام؟ ده مذكرات ام سي كيو. برامج، في برنامج اطلس مثلا في الاناتومي، برنامج عايز تتفرج على اليوتيوب على حاجات عايز تشوفها بطريقه اوضح، عايز تنزل برامج متقدمه شويه، هتلاقي التابلت شاشته افضل من التليفون لان شاشته اصغر. والتابلت مش هتنزل عليه فيسبوك، مش هتنزل عليه تيك توك، مش هتنزل عليه اي وسائل من وسائل الترفيه والملهيات، هتنزل عليه الحاجات المختصه بالكليه والمذاكره. الحاجه الثانيه، زمايلكم في الدفعه ان شاء الله وزمايلكم في الدفعات الاكبر كانوا عاملين حاجه اسمها فورمز. يعني فورمز زي امتحانات كده ام سي كيو، بينزلوا لكم اختبارات. الاختبارات دي بتتحل من على التليفون ومن على الكمبيوتر ومن على التابلت ومن على اللاب، وبتتحل من كل حته. افضلهم التابلت لانه تاتش، هتختار بسرعه، شاشته اكبر، هتشوف الكلام واضح. طيب امتى الحاله الوحيده اللي تجيب فيها لابتوب؟ ولو هتجيب لابتوب تجيب لابتوب تاتش برضه. للاسف هيكون غالي شويه، بس بقى حاول تدور على حاجات اي 3 اي 5، حاجات قديمه شويه بلاش حديث عشان هتتعار جامد. الا لو انت راجل ميسور حاله عايز تجيب ماك بوك، بس الماك بوك مش تاتش، هات براحتك. يعني هتجيب اللابتوب في حاله واحده، ان انت هتشتغل جرافيك ديزاين مثلا، جرافيك ديزاينر، هتشتغل مونتير، بتحب المونتاج، هتشتغل برمجه، عايز تتعلم برمجه جنب الكليه. وان كان في سنه اولى ما تعملش كده، ما تتعلمش حاجه جنب في الكليه في سنه اولى، كفايه انك تتعلم الكليه ونظامها وكفايه عليك الماسكو سكيلت. في سنه ثانيه وثالثه ورابعه هتبدا بقى تاخد نفسك شويه وتفهم الكليه بتذاكر لها ازاي، وتفهم الوقت اللي هنا افضل المذاكره، طريقه المذاكره. ومع الوقت هشرح لك كل مديول بيتذاكر ازاي، المديول ده بيتذاكر ازاي. هنا قلنا قواعد المذاكره العامه، هنا قلنا الحاجات اللي هتحتاجها عشان المذاكره. نصيحه عامه ولكن هم، اسال الاكبر منك وما تتكبرش على المعلومه. انا متقبل وفاهم والله العظيم ثلاثه ان انت الوحيد اللي مثلا دخلت كليه طب في بلد، انت اول واحد مش عارف ايه ده، انت في سنتك دي انت الوحيد اللي جبت مجموع عالي، فانت الواحد بيبقى عنده رسعه ثقه اوفر شويه، فلما الناس تنصحه بحاجه ما يسمعش كلامهم. اوعى هتتالم والله. في سنه اولى ده هتخلص هتجيب رقم يضرب لك التراكمي في السنين كلها. فاسمع كلام الاكبر منك واسالهم ودور على حد يفيدك، وحاول تسال حد. انت دلوقتي داخل سنه اولى، اسال حد داخل ثانيه او داخل ثالثه بالكثير، بلاش داخل رابعه او خمسه علشان
غالبا يا النظام بتاعكم اتغير يا الدكاتره اتغيروا يا تيجي تسالني انا بسالك وبديك النصيحه على هذا الاساس. الناس هتقول لك اسمع الدكتور الفلاني، قول له حاضر، جرب، ما تقولش لا لحد، ما تتكابرش وما تسمعش الكلام، عشان كلنا هذا الشخص، كلنا مرينا بنفس الكلام. قلت لحد برضه نفس الكلام وما سمعش كلامي واتخيط حرفيا يعني، وبعدين لما سمع الكلام لما اتعور يعني، لما خد قلم من الكليه. فانا بقول لك يا ابني يعني في ناس كتير خدت القلم، بلاش انت تاخده تاني، فانقذ نفسك، اسمع الكلام. حطينا خلاص في المذاكره ازاي هنقسم المديول وازاي القصص ديت، اسمع الكلام واصلح حال. في بقى حاجات يعني ايه ان شاء الله تفيدك، Arabic Dictionary Translator او ديك بوكس. ده برنامج ترجمه المصطلحات الطبيه موجوده فيه كلها تقريبا، وكمان بيشتغل اوف لاين. اهم حاجه ان هو بيشتغل بدون انترنت، يعني بتنزله مره واحده وبتنزل اللغه اللي انت عاوزها وشكر الله سعيد. ادوبي سكان اي بي دي اف سكانر، او اكتب ادوبي سكانر او ادوبي سكان بس كده وخلاص هيظهر لك يعني ادوبي سكان. البرنامج ده انت مثلا ايه، حد كاتب ورقه حلوه عجبتك، عايز تصورها وعايز تصورها بطريقه واضحه الكاميرا، وعايز تجصجصها، عايز تاخد الورقه بالظبط، عايز تعملها كانها بي دي اف اصلا هي متصوره في مكنه طباعه، انت جايب السورس نفسه، جايب المصدر الرئيسي نفسه، مش جايب حاجات مش مصورها بكاميرا التليفون شكلها مش واضح وكده. ادوبي كام سكانر دي جميل. في برنامج زيه اسمه كام سكانر، ليه ما جبتوش؟ عشان في ووتر مارك، ليه ما فيش ووتر مارك؟ دي في علامه مائيه، دي ما فيهوش علامه مائيه. والاثنين تقريبا فيهم نفس الفلاتر الجميله اللي بتخلي لك المحتوى بتاع الورقه شبه المحتوى الاصلي تقريبا، وبتكون واضحه جدا. بس كان معكم دكتور احمد رجب اللي هيشرح لكم ان شاء الله ماده الاناتومي اللي هي التشريح، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.